يا صباح الخير، صباح الفل عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واسعد حال ان شاء الله. وحشتوني من امبارح للنهارده. امبارح عملت الروتين المطبخ والمواعين، والنهارده برضو روتين نحافل بايه. شغلت الغساله، قمت شغلت الغساله، عندي شويه غسيل حلوين كده. ربنا يعيننا ويعينكم يا رب. وضبت فطار عشان افطر، قلت تفطروا معايا لقمه فول، حته جبنه، طماطمايه، اي حاجه على المشي، ان الواحد بس يقدر يمشي على رجليه يشوف شغل. عمل ما نوضبه برضو حاجتنا ومع بعض لحد ما نشوف هنعمله ايه في الغسيل والمطبخ برضو. انا قاعده بفطر، الغساله وقفت، قلت اما اقوم اشغلها. ايت غسيل اهو، غسيل كتير. يقول يا جماعه ربنا يقويني. ده ستاره، انا شغل ايديا يعني وانا قاعده كده فاضيه بسلنا، اعمل طقم سرير، اعمل ستاره، يعني شغل اهو الواحد بيتعلمه وبيفيد نفسه بيه. ايه رأيكم فيها؟ بأمر الله برضو وانا شغالة اعمل ستارة ولا اعمل طقم سرير، هصور لكم برضو شوية كده وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات، وتعملوا لايكات حلوة يا جماعة. وهنا يا جماعة اهوت انا بغسل السمك. احنا عندنا هنا مسموه بسري، انا معرفش بقى عندكم، كل واحد ليه طريقته في التسمية. عندنا عشان هو رفيع مسمينه بسري. آه عبال ما نضفته ووضبته هياخد مني وقت، عبال ما خلصت تنظيفه، لان عشان رفيع عايز تنظيف يعني عايز تركيز في التنظيف بتاعه. و ايه رأيكم يا جماعة في الستارة اللي انا وريتها لكم ديت؟ يعني وانا قاعدة فاضية كده بسلة اعمل ستارة، اعمل طقم سرير، يعني حاجة لزوم البيت بتاعي، يعني بيقول لك حمارتك العرجة ولا سؤال اللئيم، على قد ما بنقدروا نعمله. ان عجبكم عرفوني ايه رأيكم في الكومنتات يا جماعة. وهوضب بقى الخلطة ليه، هوضب له خلطة توم بشطة خضرة، احط له كمون وشطة حمرا، و يعني احط انا شطة اخضر للتحلية يعني، وشوية كركم كده عشان اللون برضو بتاع الخلطة بتاعته بيدي شكل حلو، بيدي شكل حلو يعني. بنبقى احنا برضو قاعدين بنعمله مع بعضنا، واللي عنده فكرة جديدة يقول لي عليها، قاعدين بنستفيدوا من بعض، بنستفيد من بعض، كل واحد بطريقته والطريقة الأحلى ادي احنا بنستعملوه. دلوقتي انا بقى هعصر ليمون واحط شوية خل للتتبيلة بتاعته بحبة ملح، ووضبت له الخلطة بتاعته، وهنشوف مع بعض بقى انا بحمره. هتشوفوا الطريقة بتاعته مع بعضنا، على الله تنول اعجابكم. واعمل شوية رز بخلطة كده احنا برضو بنعملها، انا كنت بعملها ببصل بس، فهم طلبوا مني ان انا احط طماطم المرة دي عشان يبقى رز بصلصة كده، عايزينها تبقى حمر. الخلطة بتاعت السمك زي ما انتوا شفتوني وانا بقول لكم توم وليمون وخل وشطة وكمون وشطة خضرة، ضربتها في الخلاط. انا انتوا عارفين يعني مش عارفة ادق وكده في الهون، في ناس بتدقها، بس انا قلت اخلص نفسي اسرع. وانا عجبتكم يا جماعة الطريقة ديت، بيقولوا لي ايه رأيكم. اعمل التقلية بتاعت الرز، عشان نعمله رز الخلطة بتاع السمك، يعني شوية رز ببصل كده.
بعد الطماطم ما اتسبكت ازودها بقى ايه شويه كده على قد حبه قد شويه الرز يعني اهو. هو الرز اللي بيقولوا عليه فلبيني ده معرفش بيحتاج ميه زياده. شكله هيحتاج شويه رز كمان. وده السمك بقى اللي احنا كنا متبلينه اهو، يعني زي البطاطس بالظبط كده، لازم يطلع ايه مقرمش كريسبي. وده بعد ما خلصت السمك اهوت مقرمش اهوت زي البطاطس زي ما قلت لكم. وده شويه الرز بتوع الخلطه بتاعت السمك. وانا عجبكم يا جماعه الفيديو، ما تنسوش تدعموني باللايك والكومنتات الحلوه، تعليقات. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.